السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض وصفة اقتصادية جدا جدا جدا، وعيالنا بيحبوها قوي. طبعا انا اهم حاجة بحب اعملها ان الحاجات اللي ولادي بيحبوها، دي حاجة بتهمني قوي. يلا نقول بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله ونبدأ مع بعض. هنا انا يعني ايه، دي فاتتني معلش. هنا انا حطيت بصلايه كبيره معاها بطاطايه كبيره وضربتهم في الكبه. البطاطايه مسلوقه. هنزل عليهم بنص كيلو لحمه مفرومه. هننزل بعد ما نزلنا باللحمه هننزل كمان بنص معلقه ملح او معلقه ملح، معلقه كبيره باربيكيا، نص معلقه كمون، نص معلقه بهارات، 7 بهارات، ومعلقه فلفل اسود صغيره. ننزل بيهم كده. ماشي، صلوا بقى على الحبيب المختار. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. هننزل كمان بكيس البهارات بتاع البرجر ده، عشان انا عامله نص كيلو، عشان كده حطيت نص معلقه ملح على قد يعني ايه، يعتبر انا بهرت البطاطس. ماشي، هنعمل بقى احلى برجر مع بعض، برجر اقتصادي حلو قوي ومغذي جدا. برضو هرجع واقولك، لو عيالك مش بيحبوا الكوسه والجزر والبسله، اي خضار عيالك مش بيحبوه، ممكن تحطيه في الاكلات اللي هي زي كده، زي الحواوشي، زي الهمبرجر. كل الاكلات دي هتلاقي عيالك بياكلوها بيحبوها جدا، وانت حاطه لهم فيها الخضار، كده بيبقى القيمه الغذائيه بتاعتها بتبقى عاليه. هننزل بقى عليها بالسر اللي بيخلي الهمبرجر طعمه رهيب، ايه، معلقتين كده من الكاتشب. ماشي، معلقتين حلوين كده. انا هنزل ده طبعا بس عشان انا اللي بصور، فايه، وهضرب بقى كل المكونات دي مع بعض وارجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي، بصوا العجينه اللي معايا بقت عامله ازاي. هنا دي المكونات بتاعتها اللي هي بطاطس مهروسه، او بطاطس مفروسه زي ما بتسموها، ومعايا كمان بهارات، ومعايا بصلايه، ومعايا اللي هو الكيس بتاع كنوز ده بيخلي طعم البرجر جميل جدا. بصوا هننزل هنا كمان عليهم ببيضايه كده، وعليها عصره ليمونه عشان خاطر الزفاره، وبرده هضربها وارجع لكم تاني. وده كده كان الشكل النهائي بعد ما ايه ضربناها في الكبه، كل المكونات اللي احنا قلنا عليها. يلا بقى بينا نشكلها ونعملها مع بعض. بصوا حبايب قلبي، هنا كده بسم الله. الاول ايه، نبل ايدينا، انا نسيت، ونقوم ايه واخدين منها قطعه كده حلوه على قد الايه البرجرايه اللي احنا هنعملها. نقوم جايين هنا كده في الكيس. ممكن بقى تديني الكيس ميه، تدينيه زيت، زي ما انت عايزه. بصوا كده تطلع برجرايه محترمه يعني. كده كده نفس شكل البرجر بالظبط بتاع بره، وده احسن وانضف وامن وكل حاجه. اهو كده. لو عايزه ترفعيها براحتك، عايزه تسيبيها زي ما انا عاملاها كده ماليه مركزها هسيبيها، بس نخلص بقى بقيه الكميه وايه وارجع لكم تاني. اهو يا حبايب قلبي، بصوا بعد ما شكلناه بسم الله، بصوا انا لميته على بعضه، انا عملته بنقطه زيت كده. بصوا بقى النص كيلو لحمه طلع معايا قد ايه كده. بصوا دول 2، طلع معايا 10 وحدات، 10 كده، 4 و4، 8، 12، 14 واحدة من نص كيلو، من نص كيلو لحمة. يعني موفر موفر موفر. جربوه وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمة كل عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نسويه ونقدمه مع بعض. اهو يا حبايب قلبي، ده كده الشكل النهائي بعد ما حمرنا الهمبرجر بتاعتنا الاقتصادية جدا جدا جدا. هنعمل بقى ايه مع بعض. انا نسيتها يعني اصور وانا
وانا بحمرها انا حطيت معلقتين زيت وحطيتها فيها زي الهمبرجر العاديه اللي انت بتشتريها من بره، بس طبعا زي ما قلنا ان دي امن واحسن بكتير. هنا هنحط كده معلقه كاتشب، معلقه مطرحها مايونيز، عشان كنا بنعمل ايه كده كده للرقيق كله، وايه حطي عليه شويه مايونيز كده. الطعم بتاع الكاتشب على المايونيز ده بيبقى رهيب وطعمه تحفه. وعيلي بقى كلوا الخس، ممكن نحط ايه شريحتين طماطم كده ماشي كده. بصوا سمكها بقى، بسم الله، بصوا سمكها عامل ازاي، مش زي بتاعت بره خالص اهو كده. لو عندك بقى كابوتشا، عندك خس، عندك اي خضار انت بتحبيه ممكن تحطيه ماشي اهو كده. لو عندك برضو فلفل اهو كده. بصوا شكلها بيبقى عامل ازاي. بس واكمل بقى الباقي بنفس الشكل كده يا رب ان شاء الله. وعملنا جنبها بطاطس مقليه وكاتشب ومايونيز. يا رب ان شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمه كل عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب هنقول ايه، الهمبرجر غالي مش قادرين ان احنا نشتريه ولا نخلي ولادنا ياكلوا بره، احنا هنحارب كل ده ونعمل احلى همبرجر في البيت. بصوا ومضمون طبعا. بصوا ايه ده،